سيف. ايه ده؟ في ايه؟ الساعة 11:30، انت لسه هتنام؟ في حاجة ولا ايه؟ ايه سيف، هو انت مش هتروح الشغل في مواعيده العادية تاني ولا ايه؟ ايه يا حبيبتي؟ انت مصحياني مخصوص عشان تسأليني السؤال ده؟ لا، في واحد مستنيك بره. واحد مين؟ السلام عليكم. السلام. ازيك يا باشا؟ ازيك؟ اتفضل. ربنا يخليك، اتفضل. هشام البكري، مدير شركة اوت ساينس، بنعمل اعلانات وكليبات وكل حاجة ليها علاقة بالميديا. اهلا وسهلا، تشرفنا. ربنا يخليك. انا اسف طبعا، انا جاي لسعادتك من غير ميعاد، بس احنا جيران. انا نقل جديد ومن فترة كده عايز اجيب المدام ونتعرف عليكم، بس للاسف ما لقيتش وقت مناسب. يا سيدي ده واجب علينا احنا، بس معلش بقى والله الواحد عنده ظروف في الشغل مخلياه مش متواجد باستمرار يعني. انا عارف طبعا، وحرصا على وقت حضرتك انا هدخل في الموضوع على طول اللي خلاني اجي لك من غير ميعاد اصلا. اتفضل. بصراحة أنا عايز أقابل أي حد في العلاقات العامة في الوزارة أو في المديرية هنا في الإسماعيلية. أنا عندي مشروع للداخلية عايز أنفذه، حاجة ليها علاقة باللوحات الإرشادية وحاجات زي كده. طيب ده موضوع بسيط جدا، انا سيب لي بس يومين ثلاثة بالكتير وانا هشوف مين اللي مسؤول عن الموضوع ده واحدد لك مع ميعاد. حاضر. ربنا يخليك يا سيف باشا، والله يعني زي ما بيقولوا دي تبقى خدمة العمر. ربنا يسهل واقدر اخدمك فعلا. طب حس كده، أنا عايز من حضرتك تقبل عزومتي أنت والمدام على الغدا يوم الجمعة. والله مش عارف، زي ما قلت لك قبل كده انا ظروف شغلي مش مضمونه ونادرا ما باخد اجازه يعني. عشان كده أنا مصمم أعزمكم يوم الجمعة، يعني بصراحة عايز أنتهز الفرصة دي. معلش خليها فرصه تانية وان شاء الله نعزمكم احنا هنا. مش مهم يا سيف باشا مين يعزم التاني، أنا بصراحة يعني عايز يبقى في بينا ود، يعني نتقابل على طول كده. استاذ هشام احنا جيران والاسماعيليه صغيره، يعني كده كده هنتقابل على طول. طبعا طبعا ان شاء الله يعني. الو. علاء باطي هيبقى في مطعم في الاسماعيليه اسمه الماحي. عارفه. روح له الساعه 3، الراجل صاحب المطعم يبقى صاحبه واحنا شاكين انه شريكه. حاضر. سيف، ما تخرجش من المطعم الا وانت مخلص الموضوع ده.